أهلا، أنا ندى. كلنا بنمر بلحظات بنحس فيها إننا مش كفاية، بنبص لنفسنا ونقول أنا مش قدها أو أنا مش هعرف. السؤال اللي بيحيرنا إزاي نكمل وإحنا حاسين كده. الحقيقة إن الثقة مش شرط للبداية، لكن إنك تستمري هو ده اللي بيبني الثقة. النهاردة هنتكلم عن إزاي نتحرك قدام رغم الخوف والشك. أول حاجة لازم نفهمها إن مفيش حد بدأ وهو واثق، وكل الناجحين اللي بنشوفهم كانوا أكيد في يوم خايفين ومترددين زينا بالظبط. الفكرة مش إنك تستني لحد ما تحسي بالثقة، الفكرة إنك تبدأي رغم الخوف وتسيب الثقة تيجي مع كل خطوة. فكري مثلا في أول يوم ليكي في شغل أو أول مرة تتكلمي قدام ناس كتيرة. كنت واثقة؟ أكيد لأ، لكن ممكن تعمليها. ابدأي بحاجة صغيرة، مش لازم خطوة كبيرة. في الأول عايزة تتعلمي مهارة، اتفرجي على فيديو واحد. عايزة اكتبي سطر واحد. القصد ان الخطوات الصغيرة دي بتبني طريق، واكيد الطريق ده هيوصلك لحاجة. وركزي على الفعل مش النتيجة. هل شفتي حد ناجح سأل في الأول أنا هنجح ولا لأ بعدين؟ لكن بيسأل نفسه أكيد كل يوم أنا النهاردة هعمل ايه. الفعل نفسه هو المكسب. حاولي تشوفي ناس تدعمك وتفكرك بقيمتك، من صحابك، أهلك، حد يقولك من وقت للتاني كملي. حقيقة الفشل إن الخوف من الفشل أكتر حاجة بتوقفنا، لكن الفشل مش عكس النجاح، ده جزء منه، ده أكيد. كل مرة بتفشلي في حاجة أكيد بتتعلمي حاجة جديدة، حتى لو بسيطة. بتعرفي ايه اللي مش شغال، ايه اللي انتي محتاجة تغيريه. وندمك على انك ما عملتيش حاجة هيكون اكبر بكتير من ندمك انك جربتي وفشلتي. عايزة اقولك انك مش لوحدك. انا هنا لاني برضو كنت خايفة اتكلم ومترددة كتير اخد خطوة زي دي، مع انها بالنسبة لناس تانية ممكن تبقى حاجة عادية. بس انا واثقة اني هكمل معاكو وهتكلم وهسمعكو، وحاسة اني مش هندم بعدين اني بدأت. بالعكس، انا بفخر باي شيء بسيط بعمله. وانك ازاي تكملي حتى وانتي مش واثقة. هقولك كملي، علشان الاستمرار نفسه ده اللي هيديكي ثقة. ونكمل علشان كل خطوة بتقربنا من نسخة احسن من نفسنا. وانا هنا معاكي مع على مهلي.